اكو مجموعة من المسلمين أعزهم الله يقولون شيعة أهل البيت يقولون بتحريف القرآن. طيب هذا الشيء صحيح؟ لا، هذا الشيء مو صحيح. عندنا أكثر من دليل يفند هذا الادعاء. الدليل الأول وهو الدليل النقضي، أنه لو كانت كل طائفة تعرف عقائدها من خلال مؤلف، أيضا يجوز لنا أن نقول أن إخواننا المسلمين من غير شيعة أهل البيت يقولون بالتحريف بناء على وجود كتاب الفرقان في تحريف القرآن لابن الخطيب المصري. حينما غضب الأزهر على مؤلف الكتاب ورد الكتاب، كذلك أنت ما يحق لك تجي تقرأ كتاب واحد اسمه فصل الخطاب للحاج النوري وتقول أن شيعة أهل البيت يقولون بتحريف القرآن. الحاج النوري من ألف كتاب فصل الخطاب احتج عليه العلامة البلاغي أعلى الله مقامه بأنه أنت اعتمدت على روايات مجهولة وضعيفة كروايات أبي الجارود والنجف الأشرف، رفض فقهاؤها هذا الكتاب، ما اضطر الحاج النوري أن ينزل بيان ورسالة في هذا الأمر. أنا أدعو الشباب إلى الرجوع إلى المصادر وقراءة ردود علماء النجف على كتاب فصل الخطاب للحاج النوري. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. بسم الله الرحمن الرحيم، وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. بس واضح أن القرآن لا يحرف ولا من الممكن تحريفه. بعد عندنا دليل، نعم، النص إقرار الأئمة عليهم السلام. أرشدك إلى نهج البلاغة الخطبة 85، علي بن أبي طالب عليه السلام يقول: وإنه الذي أنزل فيكم القرآن تبيانا والرسول زمانا حتى أكمل لكم وله الدين. هذا إقرار من إمامنا علي بن أبي طالب أن القرآن الذي بين يدي المسلمين غير محرف. إذا كان أئمتنا يقولون بعدم التحريف، فهل نجرؤ نحن أن نقول بالتحريف؟ بعد أكو دليل، نعم، عندنا دليل المعايرة والعرض. شنو دليل المعايرة والعرض؟ عند فقهائنا في النجف الأشرف أنه تعرض الرواية الواردة عن أهل البيت أو الخبرين يعرضان على الكتاب، فما وافق كتاب الله يؤخذ وما خالف كتاب الله يرفض. اقرأ وسائل الشيعة جزء 27 الحديث الوارد عن الإمام الصادق عليه السلام: إذا جاءكم خبران عنا فاعرضوهما على كتاب الله، فما وافق كتاب الله فخذوه. إذا كان أئمتنا يجعلون الكتاب معروضا تعرض عليه الروايات لأخذها عنهم، فتخيل كيف ينظر شيعة أهل البيت للقرآن الكريم. بعد عندنا دليل، نعم، دليل التركة، تركة النبوية. رسول الله صلى الله عليه وآله قال: إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا من بعدي أبدا. طيب هل يترك لنا رسول الله كتابا محرفا؟ إذا احنا الشيعة نعتقد أن القرآن أحد الركنين في العقيدة، فهل يعقل أننا نقول بتحريف الكتاب؟ لا سيدي الكريم، لا، أرجوك والله. هذه الخطابات الغاية من عندها والهدف ضرب وحدة المسلمين، ما يريدون المسلمين يكونون جسد واحد. وإحنا ننبه إخواننا المسلمين أنه كونوا حذرين من هذه الخطابات. هؤلاء المسلمون الشيعة يصلون أمامكم، يقرؤون من القرآن، وهذه نعم أضرحة أئمتهم،
وهؤلاء فقهاؤهم وهؤلاء علماؤهم، بل أسمع أن قراءنا أعزهم الله، قراءنا قراء المذهب يأخذون مراكز وجوائز عالية حينما يشتركون في المسابقات الدولية لقراءة القرآن. فهل يعقل أننا نربي أبناءنا على قراءة كتاب محرف؟ لا سيدي الكريم، لا. أسأل الله أن يوحد المسلمين وأن يبعد عنهم كل خطاب متشابه.